يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحه واحسن حال. ان شاء الله هنعمل مع هنعمل مع بعض طريقه الملوخيه الناشفه. معانا معلقتين سمنه اهيت او زبده على النار هم بيسيحوا هما. هننزل عليهم 3 جرون كبار من الفلفل متقطعين هما تشوحوا في قلب السمنه هو او الزبده اللي مقنوطه عنه. طبعا اهو يا حبايبي قلبي بعد ما ادينا الفلفل تجلبتين اهو هننزل بالبصل. يلا نزلنا بالبصل اهو يا دوب ادينا الفلفل بس تجلبتين اهو. نزلنا بالبصل اهو معاه اهو جدا اهو في قلب بعضه. لو حابه انت تنزل البصل الاول انزل، بس الفلفل كده احلى. انت تنزل الفلفل الاول بيديله طعم احسن. نزل الفلفل الاول وبعدين البصل عليه كده بيديله طعم احسن. اهو يا حبايبي ياخدوا تجلبتين مع بعض اهو. معانا الجوانس بتاعتنا اهي غسلاها ومصفيها كويس اهي. هنزل بيها اهي اهو. الغدا بتاعنا سهل وخفيف وبسيط اهو. كبد وجوانس مع يعني غدا اقتصادي كده. هننزل بالبهار بتاعنا معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من السبع بهارات. الملح دي حسب رغبتك انت بتظبط في الحفظ بتاعك ايه. قولي 100 مره حسب رغبتك انت. ننزل بالجوانس الاول عشان هي بتاخد ايه فتره على بال ما تستوي. مش بتستوي مع الكبده ولا بتاخد نار زي الكبده، بتاخد نار اكتر. اهي بعد ما الجوانس بتاعتنا اتجلبت شويه اهي هننزل بكوبايه واحده من الميه على الجوانس اهي. بس تكون ميه سخنه مش ميه ساقعه، ميه سخنه تكون ميه مغليه بتنزلي بيها حوالي كوبايه كبيره اهيت عشان الجوانس تكمل سواها فيها اهي. مش خافه هي هتشرب الميه دي كلها وهترجع تاني عادي، مش تقلقي منها. هتغطي عليها وتسيبيها بس لغايه لما تشرب الميه دي ونرجع مع بعض. اهو يا حبايبي قلبي هنعمل الملوخيه برده مع بعض على بال ما الجوانس تشرب الميه اللي عليها اهي. جبنا معلقه برده من الزبده اهو تسيح برده في قلب الحله اهي. هننزل بمعلقه كبيره اهي من الفلفل مع الطماطم متقطعين مع بعض هما في كب او في هون بيكون في الهون براحتك هما. دي للملوخيه. نزلنا بالفلفل بتاعنا اهو. استنى الفلفل بتاعنا يدبل خالص اهو. والجوانس بتاعتنا هي بالفوره اهي تستوي على النار اهي. هنسيبها لغايه لما تشرب الميه بتاعتها. انا وهي حبايبي قلبي بعد ما الفلفل اتشوح معانا اهو للملوخيه هننزل علينا بهون حبه من الشوربه. الشوربه كانت عندي في الفريزر اهي. هنا بقى بتظبط الحرج بتاعها
الملح والهد بتاعها تظبطيه، حاسه ان هي عايزه شويه. هنا بقى السر بتاعنا في حبه السكر دول، هم حبه السكر دول اللي هيخلي الملوخيه بتاعتك خضره ويحافظوا عليها ويدوها طعم سكاره، ومش هتخافي مش هيأثروا في الطعم. هو السر كله هاته في ربع معلقه السكر دي اللي هتحطيها دي. اهو يا حبيبي، على بال ما الجاد بتاع الملوخيه يفور هنعمل نشوح الثوم بتاع الملوخيه، الطشه بتاعت الملوخيه اهو. معلقه صغيره خالص من الزبده اهي تسيح او السمنه برضو، مع معلقه من الثوم اهي تشوح في قلب اهي. اهو يا حبايبي قلبي الثوم بتاعنا اهو تشوحه كويس اهو. نزلت عليه بمعلقه من الكزبره، والجاد بتاعنا اهو بيفور اهو. هنزل عليه بشويه الملوخيه اهوت. طبعا اهي يا حبايبي قلبي الملوخيه بتاعتنا هي مبتديه تفور اهيت، والطشه اللي عملناها لها هي معلقه الثوم اهي الكبيره اهي مع معلقه الكزبره اهي. نزلنا بمعلقه الثوم اهي المتحمره اهي بالكزبره اهي. النار عليها اهيت يا دوب هتقلب بس مع بعضها يا قلبه. شايفه الملوخيه بتاعتنا خضره وحلوه زي الورده اهي. السر كله زي ما قلت لك في معلقه السكر، هي اللي بتديها الخضار وبتديها السكر. ودي الملوخيه بتاعتنا خلصت اهي، اتعملت خلصت اهي. اهي يا حبايبي مش اهي البخار بس طالع منها هي اهي. شايفه لونها عامل ازاي؟ طبعا اهو يا حبايبي قلبي ونسقي بعد ما شربت الماء اللي عليها هي. هننزل بمعلقتين كبار هما طماطم مبشوره اهي، حبايتين طماطم مبشوره اهي. هننزل كمان بحبايتين بطاطس اهو غسلاهم كويس اهو، نحطهم التخليطه دي وهسيبها تتشرب مع بعضيها شويه وهرجع اشوف هنعمل ايه مع بعض. اهي يا حبايب قلبي البطاطس بتاعتنا هي لقيناها داخله في السوا اهي. هتنزل فصين كبار من الثوم مهروسين اهما، يعتبر نص معلقه من الثوم. تنزل الكبده اهي مغسوله ومتصفيه كويس اهي. اول ما تلاقي البطاطس بتاعتك دخلت في السوا تنزل الثوم بالكبده ومش القلب كتير يا دوب اهي بس تندمج في بعضها اهي. تشرب من الصوص بتاع البطاطس اللي مالحه دي، بتغطي عليها وبتسيبيها حوالي 5 دقايق بس هنشوفها. طبعا اهو يا حبايب قلب اهو بعد ما الكبد والجوانس استووا معانا اهوت بالبطاطس اهوت اهو. اهو يا حبايب قلب اهو المنظر الطبقي بتاعنا اهو منظره جميل اهو ويكفي كم نفر اهو. مع البطاطس عملت كميه اهو، عملت غطا اقتصاد اهو. ادي الملوخيه بتاعتنا الناشفه اهي بعد شكلها عامله ازاي، هي عامله زي الملوخيه الخضراء بالظبط اهي شكلها عامله ازاي. وادي الكبد والجوانس بتاعنا اهو. واتمنى ان شاء الله تجربوه، اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مع اسرار المطبخ مع نور.